صوتك كده لما انا بضغط شويه في الاسئله صوتك لا بيهدى. لا والله لا اصل تضغط فيه، مش اصل انا الموضوع مش حافظ مستاهل ضغط القصه، ولا خلي حاجة. بالك. ما انا عارف الموضوع مش مستاهل ضغط ولا حاجة. دلوقتي اللعيب دخل النادي الاهلي، دخل في مفاوضات مع اللعيب بعد ما نادي المنيا بعت فاكس بالموافقه. انت حضرتك لو عندك ممكن ابعت اسلام لك قال لي، اسلام رشدي كان ممكن بيكلمني امبارح على الفاكس دلوقتي صوره موافقه نادي المنيا ان بعت موافق ان هو يدفع 500,000 جنيه على قسطين. بالظبط، انا عارف الموضوع ده. كان في الاهلي بعت من فتره. الاهلي لو دخل في مفاوضات مع اللاعب او اتكلم معايا بناء على نادي المنيا موافق. بس دلوقتي موقف المنيا اتغير، والمنيا طلع استغنى لنادي الزمالك ان الزمالك دفع مليون جنيه ضعف قيمه النادي الاهلي اللي كان هيدفعها 500,000. نادي المنيا بيدور على مصلحته. ما طبعا كله بيدور على مصلحته، اللاعب بيدور على مصلحته، الزمالك عايز اللاعب، الاهلي عايز اللاعب طبعا. المستشار مرتضى منصور بيدور على مصلحه نادي، كل طرف بيدور على مصلحته. طب انت شايف هتنتهي ازاي؟ يعني وانت امبارح يمكن اسلام قال لي هنا في البرنامج واتكلمنا اكتر من مره في مداخله ان رغبته يلعب في النادي الاهلي، شايف ان ممكن الرغبه تتغير؟ المساله بص يا كريم، انت عارف ان الوكيل انا دوري ان انا اقول للعيب مميزات ده 1 2 3 4 ومميزات ده 1 2 3 4. ودي رغبه يعني رغبه اللعيب هي اللي بتحدد. انا بالمناسبه انا كنت مع المستشار مرتضى منصور النهارده. تمام، كنت مع المستشار مرتضى منصور النهارده. بخصوص لعيب تاني مش بخصوص اسلام برضه. لا بس اكيد تطرقتوا لموضوع اسلام. يعني شخصيه محترمه جدا فوق الوصف، يعني انا اول مره اقابله في حياتي، شخصيه محترمه جدا جدا فوق الوصف بقى، يعني عكس ما الواحد بيسمعه في التليفون او حاجه، شخصيه فوق الوصف. فانا الموضوع اسلام هو رغبه اللعيب، انا هنشوف رغبه اللعيب ايه. الرغبه ممكن تتغير من الاهلي للزمالك؟ والله انا بس انا حاولت مع اسلام كتير، فانا هنشوف برضه رغبه اللعيب ايه. لكن طب موقف الزمالك اقوى ولا موقف الاهلي؟ والاهلي مش موجود في الصوره دلوقتي؟ هو الاهلي مش موجود في الصوره، اللعيب عنده شرط جزائي. هو حصل ماشي، بس في بند يعني عمرو سماكه مش كان نفس الموقف؟ مش فاكر موضوع عمرو سماكه بصراحه عشان ما اضحكش عليك. نفس الموقف بالظبط. حصل ايه في موضوع عمرو سماكه؟ هي رغبه اللعيب، يعني هي في الاول وفي الاخر رغبه اللعيب. ما هو لا يعني زي ما عرفت كده او فهمته من مكالمه رئيس المنيا ومكالمه محمد شيحه ان اسلام رشدي لو ما وقعش نادي الزمالك بعد نهايه الموسم ولا هيلعب في الاهلي ولا هيلعب في الزمالك ولا هيلعب في المنيا. انا بامانه يا كريم انا في دي فعلا في اللائحه مش عارفها، انا يعني انا هرجع للائحه في دي. تمام. هو اسلام هيتمرن مع المنيا الفتره الجايه ولا مش هيتمرن؟ اسلام في التمرين بكره، وعندهم راحه بكره. اسلام في التمرين. اسلام لعب في المنيا لحد اخر الموسم. ما انا عارف، انا بسال بس يعني الاصابه اللي عنده خفت ولا لسه؟ اسلام كان الماتش اللي فات هم المنيا بتطلع ب 20 لعيب بالظبط، فهو هياخدوه معاهم وهو مصاب ازاي؟ فخد راحه في الماتش، يعني موجود في التمرين من بكره ان شاء الله. موجود في التمرين. تمام. مش عارف هم عندهم تمرين بكره او ما عندهمش. هو موجود في التمرين. اوكي، ما عندوش اي مشكله. بشكرك يا امير، شكرا جزيلا. امير المراكبي وكيل اسلام رشدي. وكده حاسس من الكلام ان وجهه اللاعب هتتغير من رغبته في النادي الاهلي رغبته في نادي الزمالك، ان موقف الزمالك هو الاقوى دلوقتي بعد ما قدر الزمالك يخلص القصه مع نادي المنيا والاستغنى يطلع من نادي المنيا لصالح نادي الزمالك. ودي قوه المستشار مرتضى منصور. خلي بالكم يعني برضو ان مرتضى منصور شكله شخص قوي جدا في قصه التعاقد، راجل قانوني، راجل شكله